البحث والتحري مهمة كبيرة، والإنقاذ مهمة أكبر، لأنها تحتاج جهود كبيرة وأشياء تساعدك. واليوم راح نعيش تجربة الطيران العمودي ونتعرف عليه. كالعادة تبدأ رحلة أي إنسان من بيته وفي طريقة لرحلته يفكر. تبون الصج؟ أنا من أمس ما نمت لأن حدي متحمس، قاعد أفكر شلون أصور للجهة اللي طلبت مني تصوير، وبنفس الوقت حاب أني أنا أوثق التجربة. أول مرة أدخل هذه الأماكن بالنسبة لي أدخلها كمسافر، لكن هالمرة راح أدخل من بوابات مختلفة. ما راح أخش عليكم، إحساس الخوف إني أوثق اللحظات هذه بتفاصيلها كان موجود، والارتباك لأن المكان جدا حساس كان مسيطر علي. بدينا في التخطيط للتصوير لأن احنا جايين نصور الهليكوبتر اللي انضمت لأسطول طائرات وزارة الداخلية مؤخرا. تكلمنا عن موضوع الأمن والسلامة، وكان هو هذا أهم الأشياء اللي كنا لازم نتكلم عنها. قعدنا نتفق على التصوير الجوي بالدرون ونحسب الارتفاع، احنا نشرح لهم شغلنا وهم يشرحون لنا شغلهم، وتمت الخطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تجربة ما أدري شلون بتصير، هذه ثاني تجربة بس مختلفة شوية، يعني راح تكون ممتعة أكثر من قبل. اليوم راح نصور الدولفين. بعد ما تمت الخطة بسلام صرنا تقريبا جاهزين للإقلاع والتصوير. أثناء الخطة قررنا نروح أكثر من مكان، وواحد من هذه الأماكن من زمان بخاطري أنا أروح له، وهو جزيرة موجودة في الكويت. كنت دايما أتخيلها إنها هي وايد كبيرة وفيها أرانب وفيها أشياء كذي، أول مرة أشوفها بجزيرة يعني. وهذه تقريبا بعض المعدات اللي راح نصعدها ويانا. بالفترة الأخيرة أعلنت وزارة الداخلية عن انضمام أسطول جديد للطيارات، 4 طيارات من مصنع إيرباص في فرنسا، 2 منهم نوع S365 والثاني H225. وهذه الطيارات تتميز في أوتو بايلوت حديث دقيق في عمليات البحث والإنقاذ الليلي، فيها كشافات وميكروفون، والأهم من كذي واللي لفت نظري ونسني إن فيها كاميرا. This is camera? Yes, it's a camera. Ah, this is With big. yes, because we have an infrared sensor, TV sensor and spotter. الكاميرا اللي موجودة داخل هذه الهليكوبتر فيها إمكانيات عالية جدا. اخوتي الحلوين، اخوتي الطيبين، حاليا قاعد يتم سحب الهليكوبتر برا، علشان بعد شوي ان شاء الله راح نصعد بالطيران العمودي وناخذ لقطات. طبعا فائدة الطيران العمودي راح اقول لكم اياها بعد شوي. أول ما شغلوا الهليكوبتر كان صوت المحركات وايد غوي وريحة الدخان غريبة. كانوا مستعدين لأي طارئ يصير لا قدر الله.
بدأ المحرك يلف شوي شوي وتزيد سرعته لين ما وصل مرحلة تشوفه واقف من قوة السرعة. بدت رحلتنا، والحين أثناء رحلتنا بتكلم شوي عن الهليكوبتر. الونش اللي قاعد تشوفونه الحين هذا لعمليات البحث والإنقاذ، يشيل تقريبا 270 كيلو، يعني تقريبا ممكن يتحمل 3 أشخاص في عمليات الإنقاذ. الطيارات جايين من فرنسا برحلة دامت 5 أيام، مروا على دول وايد، مروا على إيطاليا وراحوا اليونان، بعدين راحوا قبرص، بعدين مصر بالغردقة، بعد الغردقة راحوا السعودية، لين ما انتهت رحلتهم في الكويت. وصلنا جزيرة كبر، وهذه صدمتي الأولى، لأني كنت مو متوقع الجزيرة هذه بهذا الحجم، توقعت أن كبر أكبر من كذي. والحين راح نصور الطيارة من خلال التصوير الجوي. وخلوني أقول لكم شغلة صغيرة أخوتي الحلوين، الهليكوبتر يشيل أشخاص وايد وحجمه وايد كبير، ممكن يشيل مجموعة ناس، ومجهز بالكامل لمساندة عمليات أغلب الوزارات بالكويت، ويستخدم في أشياء وايد، جولات استطلاعية للأمن والسلامة ومرافقة المواكب الأميرية ومهمات كثيرة تقدر هذه الهليكوبتر تسويها.